كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد الفار هارب من الشرجم وهاز كتاب فوق راسو. كيفاش حتى خدا الكتاب ولا شنو بغى يدير به هادشي كله غادي نشوفوه في الفيديو. نرجعوا فلاش باك بالاخبار اللي كدوي على احسن مطعم في باريس ديال شيف سميتو غوستو، وبقاو عاقلين عليه مزيان حيت باقيين غادي نرجعوا ليه. نمشيو بلاصه اخرى اللي كنشوفوا فيها البطل ديالنا اللي عباره عن فار سميتو ريمي، كتكون عنده حاسه تذوق وشم زوينين بزاف ونادرين، وهو كيعرفنا على باه اللي كيكون زعيم العشيره وخوه ايميل كيشم ريحه ما هياش. ديك الساعه كيحبس باه ما ياكلش وكيكتشف باللي الماكله كان فيها سم الفيران، ومن داك النهار عينو باه شمام السموم باش ما ياكلش شي واحد من العشيره السم ويتاذى. وكان ديما مضارب ريمي مع باه وحاول يقنعو يشفروا الماكله من المطابخ نقيه وزوينه ومامنه وما يبقاوش ياكلوا من الزبل، ولكن باه كان مصر على رايه وحذروا من المطابخ والبشر حيت خطر عليهم بزاف. طبيعه الحال ريمي كيدير غير اللي في راسو. ديك الساعه كيدخل بيت البشر وهو كيقلب على ما ياكل كيشوف غوصو في التلفازه، وكيكون ريمي ملهوم به بزاف وكيموت عليه ومكرهش يكون في حاله حتى هو طباخ. ومني كيلقى الماكله كياكل وهو مستمتع بالماكله اللي نقيه ولذيذه بزاف. فجاه كتنوض مولات الدار فكيخاف منها وكيهرب بالزربه قبل ما تشوفه، وهو غادي في الجرده كيشم ريحه زوينه، ومني كيتبع الريحه كيلقاه شامبينيون كيفرح به بزاف. ديك الساعه كيمشي لعند خو ايميل كياخذ من عنده طرف ديال الفرماج وكياخذ شي عشب من الجرده باش يطيب الشامبينيون، وهو كيفكر فين غادي يطيبو كيشوف المدخنه ديال البيت وكيطلع ليها وكيبدا يطيب فيها. فجاه كيضربهم البرق وكيطيحوا للارض. يسحب لكم ريمي قال اي بالعكس فرح حيت لقى الشامبينيون طاب كيف ما بغى، وباش يدير كلشي على حقه وطريقه دخل هو ايميل المطبخ ديال سيدو بداو يقلبوا على الزعفران، وهو كيقلب كيعاود الخو على الشيف غوستو وكيقول ليه باللي هو احسن شيف في باريس ودار كتاب كاتب فيه طبخ للجميع. هادشي علاش هو كيموت على الطبخ وكيفرح بزاف ملي كيسمع في التلفازه غوستو هو كيقول باللي اي واحد يقدر يطيب خاصو غير يثيق في راسو في القدرات ديالو. وكيتصدم ملي كيعرفو مات بالفقصه حيت نقصات نجمه من المطعم ديالو سبب واحد النقد كان انتقدوا فيه اشهر منقدي الماكله في العالم سميتو انطوان ايغو، وهو متاثر بلا ما يحس براسو جا قدام التلفازه ومسم ولات الدار فكتشوفو هو وخوه وكتبدا تضربهم بمكحله باش تقتلهم، فكيتفرقوا على بعضياتهم باش يهربوا منه. ولكن تبعت ايميل اللي طلع فوق السقف وبقات كتضرب فيه بالقرطاس حتى كيتعلق في التريه، والحسن حظو يلاه بغات تقتلو وهو يسالي ليها القرطاس وهي كتقلب عليه. كيمشي ريمي لعند خوه بغا يعتقو وصدق لاصق معاه حتى هو في التريه. في نفس الوقت السيده كتلقى القرطاس وكتضربو في السقف فكيتشقق وكيطيح بالعشيره ديال الفيران كامله اللي كانت عايشه فيه. ديك الساعه ما كان غير نطاع كيهربوا الفيران بالزربه قبل ما يموتوا، شي من الباب وشي من الشرجم. وريمي كيف العاده بان ليه الكتاب ومشى كيجري باش ياخذو، وفعلا كياخذو وكيهرب قبل ما يموت. وهنا كنكونوا رجعنا للقطه اللي شفنا في الاول، فكيمشيو الفيران كيركبوا في المراكب ديالهم اللي كانوا مصايبين للحاله الطارئه وكيهربوا فيهم، وريمي كيكون تعطل وما لحقش يركب معاهم فكيمشي يجدف بالزربه باش يوصل ليهم وحتى قرب لعندهم وهي تضرب السيده بالقرطاس وبعداتهم على بعضياتهم. ومن يبدا كيجدف باش يوصل لعندهم ما كيلقاهمش حيت كيكونوا بعدوا عليه بزاف، وهو يدوز من طريق الغلط وطاح في المجاري وبقى مقاتل حتى كيوصل للكتاب وكيطلع عليه وكيخرج من المجاري غير بالزز. ومن يخرج من الماء كيكون حزين بزاف حيت بقى راسو وحيد في المجاري، وهو كيدور في الكتاب كيحس بالجوع. ديك الساعه كيتخيل غوستو كيدوي معاه وقال لي الا كان فيك الجوع نوض وقلب على ما تاكل. كيجاوب ريمي وهو حزين انا يلا خسرت عائلتي وما غاديش نقدر نشوفهم مره اخرى، وهو يقول لي حاول تكمل حياتك حيت الا بقيتي كتفكر في اللي ضاع منك عمرك غادي تشوف اللي كيتسناك، لذلك نوض وقلب على رزقك. ريمي كيدير بهضرته فكيطلع في الحديدات وكيبقى غادي حتى كيوصل لبلاصه فيها الماكله، ويلا بغى ياكل كيخرج ليه غوستو كيوقفو وكيقول ليه انت ماشي شفار باش تشفر الماكله، وكيفكروا باللي هو طباخ ماهر وما خاصوش يشفر. ديك الساعه كيمشي ريمي مع الحديدات حتى كيخرج من العماره وكيطلع للسطح وكينبهر بالمنظر وكيفرح بزاف ملي كيعرف راسو كاين في باريس، وكيزيد يفرح ملي كيشوف راسو واقف حدا مطعم غوستو. ديك الساعه كيقرر يمشي يتفرج فيه، وفي المطعم كنشوفوا الطباخين وهما خدامين وكيوصلوا طلبيات الكليان وكيكون مسؤول عليهم سكينر الباترون ديالهم. فكيجي عنده واحد الولد سميتو لينغويني كيعرفوا باللي هو ولد ريناتا صديقه غوستو، كيقول ليه باللي مو ماتت وكيعطيه الرساله اللي خلاتها ليه وكيطلب منه يخدمو عنده في المطعم. سكينر كيرفض يخدمو عنده ولكن كيدوي معاه واحد من الطباخين كيقول ليه حنا خدمناه معنا كعامل نظافه حيت ما كاين حتى واحد اللي غينظف لينا. فما كيعرف ما يقول سكينر وكيوافق وكيبدا معاهم لينغويني. نمشيو لعند ريمي وصورة غوستو الخياليه وهما كيتحدثوا مع بعضياتهم على اللي شافوا الدور ديال كل واحد منهم. كيشوفوا لينغويني وهو كيمسح الارض وبالغلط كطيح ليه الحسوه من بلاصتها، كيهزها فوق البوطه وبقى اللي لقاها حداه كيلوحوا فيها باش حتى واحد ما يرد البال باللي ناقصه. فكيتعصب ريمي بزاف حيت ما خاصوش يحط دوك
المكونات، وكان باغي يدير شي حاجه فجاه كيطيح من الشرجم نيشان لافابو ديال الماعن، ولكن كيخرج منه بالزربه وكيهرب باش يخرج من المطبخ قبل ما يشوفوا شي واحد. لحسن حظه كيشوف الشرجم محلول وكيمشي ليه، كيطلع في الكاروسه ديال الماكله وكيطلع فوق الطنجره، ومن ظهره يلاه بغى يخرج طاح فيها، وكيجي واحد كياخذ الطنجره وكيحطها، فكيستغل ريمي الفرصه وكيهرب منها وكيمشي يتخبى باش من تجيه الفرصه يهرب. فكيشوف لينغويني كيدوق من الحسوه ولكن ما كتعجبوش وكيرجعها وكيمشي. ديك الساعه كيمشي ريمي يجري ناحيه الشرجم، وهو غادي كيشم ريحه الحسوه وما كتعجبوش، فكيرجع ليها وكيحط فيها شي مكونات اللي غادي يقادوها ديك 50% وكيمشي، وهو حير واش يقادها 100% ولا لا. كيخرج لعندو كوستو كيشجعو كيقول ليه هذه هي فرصتك، وفعلا كيمشي ريمي كيمهل البوطه وكيغسل ايديه وبدا يحط المكونات بحال الحليب الزيت وشي مكونات اخرين والله ما عرفت شنو هما. المهم السيد نسى راسو راه خاصو يهرب وبقى كيتفنن في ديك الحسوه حتى كيفيق وكيشوف باللي لينغويني كان حاضي هاد المده كامله، ومني ريمي حاول يهرب لينغويني كيحبسو. في نفس اللحظه كيشوفو سكينر وكيدور فيه حيت بدل في المكونات ديال الحسوه، وهو كيغوت عليه. كيجي واحد من الطباخين كياخذ الحسوه وكيعطيها للسربي اللي كيديها للكليانه، فكيتعصب سكينر بزاف وكيقول لينغويني باللي انت مطرود. ديك الساعه كيجي لعندهم السربي وكيقول لهم باللي الكليانه طلعت صحفيه وعجباتها الحسوه بزاف، فكيتصدموا ملي كيذوقوها وحتى سكينر كينبهر بها. ولكن بالرغم من هادشي كامل بدا كيغوت على لينغويني وقال ليه انت غير عامل نظافه وحضروا باش ما يقربش من الطبخ مره اخرى. ولكن تصدات ليه وحده من الطباخين سميتها كوليت وفكرته بالشعار ديال الكوسول معروف الطبخ للجميع، وعاد قالت ليه باللي ما خاصكش تطردو، الصحفيه عجباتها الحسوه وتقدر ترجع تاخذها مره اخرى في اي وقت. ديك الساعه قال لها صافي ها هو شدي تحملي مسؤوليته، وكيدور لعند لينغويني وكيقول ليه غادي تعاود تصايب نفس الحسوه اللي صايبتي اليوم وغادي تكون عيني عليك. في نفس الوقت كيستغل ريمي الفرصه باش يهرب، ولكن كيشوفوا سكينر. ديك الساعه كيهجموا عليه وكل شيء يضرب في كل شيء وهو هارب منهم، حتى كيقدر لينغويني يحبسه في قرعه ديال الزاج. فكيطلب منه سكينر يديه لشي بلاصه ويقتلو حيت الا عرف شي واحد باللي عندهم فار في المطعم غادي يتسد ليهم. وفعلا كياخذ لينغويني بيكالتو وكيبعد على المطعم حتى كيوصل لبلاصه خاويه، ومني بغى يلوح ريمي كيشوف فيه شوفات ديال الحزن وكيتراجع في اخر لحظه وقال ليه انا ما كنعرفش نطيب وعمري غادي نقدر نطيب هاد الحسوه مره اخرى ومحتاج هاد الخدمه بزاف باش نقدر نعيش. فكيتصدم مني كيشوف ريمي فاهمو وكيسولو واش انت فاهمني كيقول ليه فكيزيد يتصدم، ومني سولو واش يقدر يطيب الحسوه مره اخرى قال ليه ريمي فكيتفق معاه باش يخرجوا في المقابل يعلمو يطيب. فكيوافق ريمي ويلا حل عليه الغطا ديال القرعه ما كاين غير نطاه. كيهرب ريمي ولكن كيجري غير شويه وكيوقف حيت ندم مع الحال، وكيرجع لعند لينغويني وقرر يعاونو في المحنه ديالو ويحقق الحلم ديالو حتى هو. وفعلا كيمشيو لدار لينغويني ما كتكونش احسن حاجه ولكن بالنسبه لريمي راه شي حاجه واعره. المهم كيبقى ريمي الليل كله كيتفرج في برج ايفل وهو ميت بالفرحه، والنهار الاخر كينوض لينغويني وما كيلقاش ريمي في بلاصتو وكيتعصب ملي كيشوف حل ليه الثلاجه وعد بالو ريمي شفر ليه الماكله وهرب، ولكن كيتفاجئ به في الكوزينه كيطيب الفطور ومني داق البيض كيعجبو بزاف وسولو منين جاب العشوب كيقول ليه من الجيران. ديك الساعه قال ليه ما تبقاش تشفر انا غادي نجيب لك كاع داكشي اللي محتاج. وفي المطبخ كيلقاو الطباخين في الجورنال المقال ديال الصحفيه اللي كتباتو على المطعم ديالهم كتقول فيه باللي عجباتها الحسوه بزاف واول مره تذوق حسوه بحال هادي. ومني كيوصل لينغويني للمطعم ما كيعرفش فين غادي يحط ريمي، ما كيلقى حتى حل اخر من غير يخشي في حوايجو وفعلا كيخشيه وهو داخل كيبدا يدير تصرفات غريبه وكلشي مستغرب تصرفاته. كيجي لعندو سكينر وكيقول ليه ساليتي التصرفات ديالك الغريبه يلا زيد طيب الحسوه. كيمشي لينغويني باش يطيب ويلا كيبغي يحط شي مكون كيقول ليه ريمي لا ولكن ما كيفهموش. ديك الساعه كيعضو ريمي ولينغويني كيضربو حتى هو وبقاو بحال هكا عضنين ضربك وكلشي مستغرب من تصرفاته. ومني كيرد ليهم البال كيمشي يدخل المخزن ديال الماكله وتما كيتصدم بالعضان اللي في لحمه وكيقول ليه لا ما يمكنش نبقاو فحال هكا خاصنا نلقاو شي حل في اقرب وقت. ريمي ما كيكونش مركز معاه حيت كيكون فيه الجوع بزاف، ومني لينغويني كيرد ليه البال كيعطيه الفرماج ياكلو وهو كيهضر معاه فجاه كيدخل عليهم سكينر وكيشوف الفار، ولكن لينغويني كيدرك الموقف في اخر لحظه وكيطفي الضو وكيتخبى ريمي. فكيستغرب سكينر مني ما كيلقاش حيت كيكون متاكد شاف الفار، فكيتعصب على لينغويني وكيقول ليه رجع لخدمتك. وهو غادي كيسول ريمي واش انت بخير كان غادي يدخل في السرباي حتى دار واحد الحركه ما عرفتش شنو سميتها وكيكون مستغرب في راسو بزاف. ومني كيدخل الطواليت كيسول ريمي كيفاش دار ليها، وهنا كنعرفوا باللي ريمي هو اللي تحكم فيه عن طريق شعره، وديك الساعه كيوريه كيفاش دار ليها وهنا كطيح عليهم نفس الفكره المسطيه.
وغير كيرجعوا للدار كيدير لينغويني يزيف على عينيه وكيبدا ريمي يتحكم فيه عن طريق شعره، وكيبدا يتحرك به في الدار وكيعلمو يطيب وكيفاش يقطع الخضره وكيفاش يختار المكونات المناسبه وكيفاش يتحكم في الحاجه. وواخا كانت صعوبه في الاول ولكن في الاخير قدر يتحكم ريمي في الحركات ديال لينغويني مزيان. والنهار الاخر قدر يصيب لينغويني الحسوه اللي ناض عليها هاد الصداع كامل بمساعده ريمي اللي كان مخبي تحت الطاقيه ديالو. ومني سكينر كيدوق الحسوه اللي صايب لينغويني كتعجبو بزاف وقال لي خاصك تعلم جميع انواع الاكل اللي عندنا الا بغيتي تبقى معانا. وديك الساعه كيمشي لعند كوليت حيت هي المسؤوله عليه، بغى يبان عليها ولكن هي حدتهم ليه من الاول وقالت لي انا البنت الوحيده هنا وما غاديش نخسر خدمتي على قبل واحد في حالك، وكتمشي وكتخليه. كيستغرب لينغويني من معاملتها ليه وبالرغم من هادشي كامل كتزيد تعجبه. وسكينر في المكتب ديالو بدا كيقلب في الرسائل اللي عنده حتى كيلقى الرساله اللي جاب ليه لينغويني، كيحلها وكيقراها وكيتصدم وما كنعرفوش اش شاف فيها. ديك الساعه كيعيط المحامي كيجي لعندو كيقرا ليه الوصيه ديال غوسو اللي كيقول فيها الا ما بانش الوريد ديال غوسو بعد عامين على الموت ديالو كاع الاملاك تمشي لسكينر. وهنا كتكون صدمه كبيره، لينغويني طلع ولد غوسو وهو الوارث الوحيد لمطعم غوستو، فكيتعصب سكينر بزاف حيت بقات قل من شهر ويكمل غوسو عامين على موته. فكيكالميه المحامي وقال ليه من الرساله اللي مخليه موت لينغويني كيبان لينا باللي ما قايله والو لولدها، يعني عندك فرصه تملك كل شيء. وكياخذ زغبه من طاقيه ديال غوسو باش يتاكد وكيمشي. ولينغويني كيطيب كتجي لعندو كوليت وكتعلمو كيفاش يكون منظم وكتقول ليه باللي الشاف خاصو ديما تكون بلاصتو نقيه، وكتوريه كيفاش يولي يقطع الخضره بالزربه وكيفاش يعرف الخبز واش طيب مزيان ولا لا وكيفاش يخلي حوايجو نقيين، وكتعرفوا على الراجل اللي كيشريو من عنده الخضره. وكيكون ريمي منبهر بهادشي كامل اللي قالت لينغويني، وهي كتعرفوا على الطباخين اللي معاهم كيشكرها لينغويني حيت علماتو بزاف ديال الحوايج المهمين. وفي واحد النهار السرباي كيسول الكليان شنو بغاو ياكلوا كيقولوا ليه حنا جربنا عندكم كل شيء بغينا شي حاجه جديده. ديك الساعه كيدخل السرباي المطبخ وكيقول سكينر الناس بغاو نوع جديد ديال الماكله، فكيستغل الفرصه وكيقول ليه يقول لهم لينغويني غادي يطيب لهم نوع ماكله جديد ما كاينش في المنيو، وكيقول لينغويني يطيب لهم واحد الوصفه قديمه لغوسو وكوليت غادي تعاونو. وهو غادي كيقول ليه واحد من الطباخين باللي الوصفه اللي طلبها منه كان قال غوسو شحال هادي صعيبه بزاف وصعيب يديرها شي واحد، ولكن سكينر ما كيتسوقش ليه وكيمشي يدخل المكتب. وهما كيقراو في الوصفه كيستغربوا من المكونات اللي فيها. ديك الساعه قرر ريمي يبدل الوصفه وكيتحكم في لينغويني وكيمشي لعند الطباخين الاخرين وكياخذ من عندهم مكونات جديده وكلهم مستغربين من تصرفاته الغريبه. وكتعصب كولات مني كتشوف لينغويني بغى يدير مكونات جديده من غير اللي في الوصفه وحاولت تمنعو، ولكن ديك الساعه كيكون ريمي هو اللي متحكم في لينغويني وكيكمل الوصفه ديالو. ومني بغات دير كولات الصوص كيمنعها لينغويني اللي متحكم فيه ريمي وكيدير الصوص اللي طيب هو في اخر لحظه. وكيجي السرباي وكيدي الطبق للكليان. ومني عرف سكينر باللي لينغويني بدل في الوصفه كيتعصب بزاف ويلاه كان غادي ليه كيدخل السرباي وكيقول لهم الناس عجباتهم الوصفه وعندي 7 طلبات اخرين. ديك الساعه بدا ريمي كيطيب اكثر من الاول عن طريق لينغويني، فكيدي السرباي طلبات الكليان وكتعجبهم بزاف واللي شافها كيطلب في حالها ولاو عندهم طلبات بزاف اكثر من الاول. وكيكون ريمي فرحان بزاف بالانجاز اللي دار. ومني كيسالي وكيحتفلوا الطباخين كاملين بالانجاز اللي دار لينغويني من غير سكينر اللي كيكون معصب بزاف وكيستغرب مني كيشوف فار تحت طاقيه لينغويني. في نفس الوقت كيخرج لينغويني لبرا وكيعطي لريمي الماكله وكيخليه ياكل ويرتاح. ومني كيدخل كيحيد ليه سكينر الطاقيه وكيستغرب مني ما كيلقاش الفار فوق راسو وكيطلب من لينغويني يمشي معاه للبيرو. نمشيو لعند ريمي اللي برك كيستمتع بالماكله وهو فرحان بزاف. فجاه كيسمع شي حد كيخرجش في طارو ديال الزبل، كيخاف وكيهز موس باش يحمي راسو وكيتفاجئ باللي الصوت اللي جاي من طارو كيكون غير خو ايميل. كيعنقو كيفرحوا ببعضياتهم بزاف وهو يقول ليه ريمي ما يمكنش نخلي خويا ياكل من الزبل. ديك الساعه كيدخل المخزن ديال الماكله وكيجيب الماكله لخوه ايميل وقال ليه كول وانت مستمتع، ولكن خوه كياكلو بالزربه وكيقول ليه يلا خاصنا نمشيو باش يشوفك بابا والعشيره كامله. وفي الجهه الاخرى كنشوفو سكينر اللي باغي لينغويني يسكر، وفعلا كيسكرو كيسولو واش كيعجبوه الحيوانات بحال الفيران وبغى يستدرجو في الهضره باش يقر ليه سر نجاحو، ولكن لينغويني كيكون داخ مزيان وغير كيدخل ويخرج في الهضره. سكينر كيتعصب عليه بزاف وكيقول ليه ينقي الكوزينه كامله وكيمشي وكيخليه. في نفس الوقت كيكون ريمي وصل عند باه والعشيره اللي كيكونوا فرحانين به بزاف وكيحتفلوا بالرجوع ديالو وهما باكين كيدويو مع بعضياتهم. كيقول لهم ريمي بلي ما غاديش يعيش معاهم وغادي يولي يجي يزورهم يوميا. باه ما كتدخلش ليه هاد الهضره لراسو ودخلوا في نقاش حاد لدرجه كانوا غيضربوا مع بعضياتهم كون ما كانش ايميل وهما كيهضروا مع بعضياتهم بالغلط. كيقول ريمي الباه راه ولا عندي صديق بشري وهو يقول ليه خاصك ترد بالك من البشر والفيران خاصهم يكونوا عائله مع بعضياتهم باش يحظوا العشيره ديالهم، ولكن
ولكن ريمي كيرفض وكتكون عنده طريقه تفكير مختلفه على بوه، وهو يقول لي انا غادي نكون مستقبل افضل ليا وكيخليه كيمشي. والنهار الاخر كيمشي ريمي للمطبخ وكيتفاجئ مني كيشوف لينغويني نقى المطبخ كله نعس تماك بقوه العيا اللي فيه. وبمجرد ما كيسمع ريمي شي واحد جاي للمطبخ كيمشي بالزربه يتخبى في طاقيه ديال لينغويني. وديك الساعه كتدخل كوليت وكتفاجئ باللينغويني اللي عند بالها كيطيب وهو راه ناعس وريمي كيتحكم فيه. وبدات كدوي معاه وقالت ليه شنو وقع بينك وبين سكينر البارح، ولكن لينغويني ما كيجاوبهاش وكتعصب. في نفس الوقت الفار ضارب فوق راسو باش ينوضو ولكن والو، وهي تقول ليه انا كان كيحسب لي انت مختلف على طباخين الاخرين، وباين لينا بلي الدريه طاحت على زنافرها. ومني ما دار حتى ردة فعل كتعصب وكتضرب وتفيقو وكتقول لي انا غنطيح تعلمت كيفاش تولي طباخ، وبديت كنحس بك انسان ظريف ولكن كنت غالطه، وكتمشي وكتخليه. ديك الساعه كيتبعها وكان باغي يقول لي على الحقيقه باللي هو ما كيعرفش يطيب وشخص اخر هو اللي كيعاونو. كوليت ما كتفهم والو من هضرته، وكان ريمي خايف بزاف اللي يقول لينغويني لكوليت شي حاجه. وفي اخر لحظه كيتحكم فيه ريمي وكيخليه يعترف بحبه ليها. ومن بعد كنشوفوا الناقد المشهور انطوان ايغو جاي عنده الخدام ديالو كيعلمو باللي المطعم ديال غوستو تحسنت السمعه ديالو، فكيتعصب بزاف وقرر يمشي يزور المطعم مره اخرى ويقيمو بحال المره اللي فات. في نفس الوقت كيقول المحامي سكينر باللي التحاليل طلعات وفعلا لينغويني طلع ولد الشيف غوستو. فكيتعصب سكينر بزاف لدرجه قال للمحامي باللي لينغويني كيخدع فيه وكيستخدم فار باش يطيب. المحامي ما كيفهم والو وبان ليه سكينر فحال شي واحد مسطي، وهو ينصحو قال ليه سير لعند طبيب نفساني، وكيفكروا باللي بقات غير 3 ايام وتوصل لعامين على المود ديال غوستو وكاع الاملاك غادي تبقى ليه، وكيخليه كيمشي. وكنشوفوا لينغويني اللي كيركب مع كوليت في الموطور وكيمشيو يخرجوا مع بعضياتهم، وبالغلط كيطيح ريمي من فوق راس لينغويني. ومني خرج من طاقيه كيشوفوه الناس وبقاو كيضربوا فيه وهو هارب منهم. كيدخل المجاري وبقى غادي معاه حتى كيوصل للمطعم، ويلا بغى يدخل ليه وهو يعيط ليه خو ايمين، وكيتفاجئ مني كيلقاه جايب معاه مجموعه من الفيران بغاو ياكلوا، وكيدور في خو حيت كان منبهو ما يقولها لتا واحد. ولكن ما عرف ما يدير ريمي ومشى للمطبخ باش يجيب لهم الماكله. ومني كيدخل كيلقى باب المخزن مسدود، وديك الساعه كيمشي لمكتب سكينر باش يقلب على الساروت، وكيتفاجئ مني كيشوف الوصيه ديال غوستو وقرر باش يقراها. ومني كيحلها كيستغرب بالتصويره ديال لينغويني في الوصيه، وبدا كيقرا الرساله ديال مو وكيشوف حتى تحليل دي ان اي اللي دار سكينر للينغويني. وهنا كيفهم باللي لينغويني ولد غوستو وهو الوارث الوحيد لاملاك غوستو. فجاه كيدخل سكينر وكيشوف ريمي اللي كياخذ الرساله وتحليل وكيهرب، فكيتعصب سكينر بزاف وكيتبعو باش ياخذهم ليه. فكياخذ الواحد من الطباخين موطورو وكيتبعوه وكيتسبب في حوادث بزاف في الشارع، وبقى غادي وراه ويلاه بغى يشدوه وهو يطيح من الدروج. ومع ذلك ما كيستسلمش وبقى تابع ريمي اللي طلع فوق الباطو ونقص سبعود حتى هو. فكيستغل ريمي الفرصه كينقز والوراق كيطيروا حتى كيوصلوه للباطو الاخر. ومني بغى سكينر يتبعو كيطيح في الماء، وديك الساعه كيهرب ريمي. ومني جا سكينر يدخل المكتب ديالو كيلقى لينغويني يلاه بغى يدوي معاه وهي تسكتو كوليت وراتو الوراق وقالت ليه باللي عرفوا ان لينغويني هو الوارث الحقيقي، وكتذيع الاخبار في الجرائد وكل شيء كيعرف باللي لينغويني ولد غوستو وهو مول المطعم الحقيقي. وكيحتفلوا بهذا الشيء وكيجريو على سكينر وكيحرقوا كاع المنتجات اللي كان كيبيعها على ظهر الشيف غوستو. ولينغويني كياخذ الورد ديالو وكيشري دار زوينه ودار بلاصه ريمي فين يعيش معاه. وريمي كيكون مقلق بزاف من خوه حيت كل مره كيجيب ليه شويه من العشيره ديالهم يوكلهم وهو ما كيبغيش يخسر ليهم. والنهار اللقاء الصحفي كيسولوا الصحفيين شنو هو سر نجاحك وموهبتك. ريمي كيكون فرحان بزاف وكيتسنى يقول عليه شي حاجه، ولكن هو كيكذب عليهم وكيقول لهم سر موهبتي هي كوليت. فكيتعصب ريمي بزاف وبدا كيغوت حتى كيخرج واحد الصوت خايب. ديك الساعه كتدخل كوليت وكتشارك معاه اللقاء الصحفي. فجاه كيدخل عليهم انطوان ايغو كلشي خايف منه بالخصوص لينغويني، وكيقول ليه انطوان باللي هو كيموت على شي حاجه سميتها الماكله، والحاجه الا ما عجباتوش ما كتصرتش ليه، وكيعلمو باللي غدا بالليل غادي يجي لعندو باش يذوق طيابو وكيمشي وكيخليه. وريمي كيكون شاف وسمع كلشي. وكنشوفو سكينر اللي عيط على المفتش ديال الصحه وعرفوا باللي كاينين فيران في المطعم ديال غوستو. كيجاوبوا المفتش باللي غادي يزور المطعم في اقرب وقت. وواحد شويه كنشوفو لينغويني كيغوت على ريمي قال ليه كنتي غتفضحني في اللقاء الصحفي، وكيخرجوا لبرا وبقى كيغوت عليه وكيعطيه كونجي من الطبخ. وكيكون سكينر شاف هادشي كامل وفهم باللي الفار هو اللي كيطيب. فكيتعصب ريمي بزاف من هادشي اللي دار ليه لينغويني، وهو معصب كيجي لعندو خوه وشي وحدين من العشيره باش ياكلوا. وريمي بالعصب اللي فيه قال لهم انا عارض عليكم كاملين اليوم، وكيقول لخوه في الليل من ورا ما يسد المطعم جيب بابا والعشيره كامله العشاء على حسابي اليوم. وفي الليل من بعد ما سد المطعم كيدخل ريمي هو وباه وخوه والعشيره كامله تعاونوا مع بعضياتهم وبداو كياخذوا في الماكله. في نفس الوقت كنشوفوا لينغويني اللي تادم مع
الحال ومشى كيقلب على ريمي وما لقاهش في الدار. ومني ما لقاهش في الدار مشى للمطعم في اللحظه اللي كانوا كيشفروا فيها. ومني كيسمعوا الحس كيتخباو بالزربه وكيخرج عنده ريمي. ديك الساعه كيعتذر منه لينغويني على سوء التفاهم اللي وقع بيناتهم، وقال لي انا وصلت لهنا بفضل ديالك، وكون ما كنتيش انت حتى حاجه ما كانت غادي تكون من هادشي اللي وصلت ليه. ومول الزباين ايميل كيكون كلا العنب بزاف حتى كيطيح وكيخرج العنب كامل اللي كلا وكيضرب به لينغويني. ومني دخل لينغويني باش يشوف اش كاين كيتصدم مني كيشوف الفيران اللي كتار بزاف كيشفروا، فكيتعصب بزاف وكيغوت على ريمي وكيطردهم من المطعم كاملين. ريمي كيكون حزين بزاف وكيقول لباه باللي عنده الحق، هما غير مجرد فيران، وكيمشي وكيخليه. والنهار الاخر حاول لينغويني يشجع الطباخين ويحفزهم باش يستقبلوا انطوان ايغو، ولكن هما ما كيفهموا فيه والو. في هذا الوقت كيكون ريمي حاضيه من برا وسمعوا اش كيقول. فجاه كيجي لعندو خوه وكيقول ليه فيه الجوع، ومن يجي ياكل من الزبل ريمي كيدفعو وكيتحبس في الانصياده بلاصتو. وكيكون سكينر هو اللي دايرها باش يشد ريمي، وكيفرح بزاف مني كيشدو كيدي الكفر ديال الطوموبيل وكيهددو الا ما صايبش ليه شي اكله جديده غادي يقتلو. وايميل شاف سكينر فين حط خوه. في هذا الوقت كيكون وصل انطوان ايغو للمطعم وكيطلب من سربا يجيب لي احسن حاجه عند الشيف لينغويني، وكان سكينر مخبي وجهه وكيطلب نفس الطلب اللي بغى ياخد انطوان ايغو. نرجعوا لعند ريمي اللي كيكون حزين بزاف، وبدا كيهضر مع غوسو اللي كيتخيل ليه وكيقول ليه ريمي باللي يأس بزاف. بدا كيشجع فيه غوسو وكيغبر. فجاه كيجي لعندو باه وخوه ايميل وحاولوا يعتقوه، وفعلا كيخرجوا وكيمشي يجري للمطعم وكيتبعوه. وفي المطعم كنشوفوا الطباخين اللي كيكونوا متوترين بزاف حيت لينغويني قال لهم ما عارفش شناهي الوصفه، وكانوا خايفين وما عارفينش اش غادي يديروا لا يقدموا لانطوان ايغو. وديك الساعه كيفقد لينغويني اعصابه وكيمشي يجري للمكتب ديالو. في نفس الوقت كيكون ريمي بغى يدخل المطعم واللي ليها حاولوا يحبسوا باه وخوه ولكن والو. كيدخلوا كاع الطباخين كيشوفوه وقبل ما يهجموا عليه كيمنعهم لينغويني في اخر لحظه، وكيعرفهم الحقيقه باللي هذا الفار هو اللي كيطيب كاع الماكله اللي عجبت الناس، وكيوريهم حتى كيفاش كان مخبي تحت طاقيته ومتحكم فيه عن طريق شعره، وكيطلب منهم يعاونوه باش يقدر يقدم طلبات للناس. ولكن الطباخين كيكونوا مصدومين من هادشي اللي سمعوا وما كيتقبلوش هادشي. ديك الساعه كلهم كيمشيو وكيتخلاو عليه، وحتى من كوليت كتخلى عليه وكتمشي حتى هي. فكيحزن لينغويني بزاف حيت كلهم تخلاو عليه وما كاينش اللي يعاونو، وكيمشي كيدخل المكتب ديالو وهو ميؤوس منه. وكوليت غادا بالموطور وهي كتبكي كتشوف الكتاب ديال غوسو وكتفكر العباره المشهوره ديالو الطبخ للجميع. وكيكون ريمي حزين بزاف حتى هو ما عارفش اش غادي يدير، وكيمشي لعند باه وكيعتذر منه. ولكن باه هو اللي كيعتذر منه وكيقول ليه انا اليوم شفت لينغويني شحال كيبغيك وانت شحال شجاع. ديك الساعه كيعيط على العشيره كامله ديال الفيران باش يعاونوا ريمي في الطبخ. من زهرهم العوج ما كيدخل غير مفتش الصحه ديك الساعه، وكيتصدم وكيبقى حال غير فمو. مني بغى يهرب كيتبعوا بات ريمي مع مجموعه ديال الفيران وكيطلعوا ليه فوق الطوموبيل باش يشدوه. اما ريمي كيوجد الفيران كيخليهم يتعقموا باش ما يوسخوش الماكله، وكيوزع كل فريق في البلاصه المحدده وكيعطيهم مهمه معينه. فكينبهر لينغويني مني كيشوف الفيران كطيب وكيعجبو الحال بزاف وكيتشجع وكيمشي يقدم طلبات للناس وكيعتذر منهم على التعطيله اللي تعطل عليهم. وفي المطبخ كيكون ريمي هو اللي مكلف بالفيران وهما كيطيبوا وكيعطيوه يذوق، واللي بانت ليه خاصها شي حاجه كينصح مولاها يقادها. فجاه كتدخل عليهم كوليت وكتصدم من كميه الفيران اللي كطيب، ويلا بغات تمشي وهو يحبسها لينغويني وكيشكر حيت رجعت لعندو وما خلاتوش. وكتستغرب مني كتشوف الوصفه حيت لينغويني باغي يقدم لانطوان ايغو خلطه بيضه بالصلصه. في نفس الوقت كيكون باتريمي والفيران اللي معاه كتشفوا المفتش الصحه وحطوه في المخزن ديال الماكله، وكيبدا يشرح ريمي الكوليت الطريقه اللي غادي يطيب بها الخلطه بيضه بالصلصه، وكيحط جميع المكونات بعنايه. ومن سال الطلب كياخذها لينغويني وكيديه لانطوان ايغو وكيقدم طلب لحتى سكينر اللي متخفي باش ما يتعرفش. وبمجرد ما انطوان كيحط الدغمه الاولى في فمو كتديه لذكرياته مني كان صغير، وكيتفكر مني كانت مو كتصايب ليه نفس الاكله بالضبط، وكيعجبو المذاق ديالها بزاف لدرجه كيطيح ليه القلم ديالو كيخليه وكياكل وهو مستمتع بالاكله. ومني كيذوقها سكينر حتى هو كيتعصب بزاف وكيدخل عليه من المطبخ وكيتصدم مني كيشوف الفيران هي اللي كطيب. ديك الساعه كيكتشفوه وكيزيدوا على مفتش الصحه. اما انطوان ايغو كيشكر لينغويني على الطياب اللي طيب، ولكن لينغويني كيقول ليه ماشي انا اللي طيبته، وكيخليه كيمشي يجيب كوليت اللي كتقول ليه الا بغيتي تعرف شكون اللي طيب الاكله خاصك تستنى حتى يخول
المطعم من الناس. وفعلا ملي كيخوى المطعم من الناس كيمشي لينغويني ومعاه كوليت كيقدموا ليه ريمي وكيدخلوه المطبخ يشوف الفيران الاخرين وكيشرحوا ليه كلشي وكيوريوه حتى الطريقه اللي كان كيطيب بها ريمي. وواخا انطوان ايغو كان مستغرب من هادشي كله كيشكرهم على طياب وكيمشي. والنهار الاخر كيكتب انطوان ايغو في المقال ديالو باللي كلا احسن وجبه في حياته من واحد المصدر اللي حتى واحد ما يقدر يتوقعه، وولا معجب بالشيف اللي قدم ليه الوجبه بزاف وعاد عرف بحق المقوله المشهوره للشيف غوستو الطبخ للجميع وبلا حتى نقاش هو احسن شيف في باريس. ومن بعد هضرت انطوان ايغو على المطعم كيرجع 5 نجوم بلاصه 3، ولكن للاسف كيسدوه ليهم حيت المفتش الصحه كيبلغ على الفيران اللي كان شاف، فما كيستسلموش ولينغوينو كوليت كيحلوا مطعم جديد وولاو عندهم كليان بزاف وانطوان ايغو واحد منهم. وكتعيش مع ريمي العشيره ديالو كامله ديال الفيران وكيكون فرحان حيت اخيرا قدر يحقق الحلم ديالو ويولي احسن شيف في باريس. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الملخص ديالنا. الا عجبكم الفيديو استمتعتوا به ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وكتبوا لي في التعليق شنو بغيتو نلخص لكم المره الجايه. نشوفكم في الفيديو الجاي.